في الوش بتعلم. معظم العربيات اللي احنا بنشتريها عربيات آلات جر امامي، فلما تشتري عربيه مش فيها مشاكل في خبطه من قدام هتهلك معاك عفشه وكاوتش، والعربيه مش تبقى متزنه معاك وهتبقى ليله سودة ساعات. تحت وش العربيه الصدر اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده انزل تحتها، بيصلح او بيخبي حاجه، بيصلح من فوق وما بيهتمش قوي من تحت، فمن هنا هتقفش المشكله لو فيه مشكله. تاني وتبص على اطراف الكبوت اللي هو الفليتو، طقه او رد قبل كده. هتبص على مسامير تثبيت الكبوت، اتضرب فيها مفتاح قبل كده ولا لا. برضو تقدر تقيم العربيه، هل العربيه ديت موديل قديم قوي وطبيعي يكون فك كبوت، فك رفرف، فك باب، ففي حاجات ما تدقش عليها وفي حاجات رخم عليها. اقول لك على علامات فك وتركيب الكبوت والكلام ده كله، عشان خاطر هو مش هيفك غير ان كان هيشيل الموتور، ان كانت العربيه عامله حادثه ففكه عشان يستعدل، فاكيد حصلت مصيبه عشان يفك الحاجات دي. فانت عشان توصل للمصيبه، المشكله مش في فك الحاجات دي، المشكله فهي ليه اتفكت الحاجات دي. تمام، عشان بس الناس ما تخش في الكومنتات ويقعد يقول انت ايه المشكله، مسمار اتفك واتربط تاني. هو المسمار اتفك واتربط تاني ليه؟ ايه السبب؟ بس بتعمل حادثه بالعربيه وتجيب كبوت على لونها استيراد وتركبه، ما يصلحش، بيغير على طول. كبوت واحده بس اللي اتخبط، الكبوت وحده كده بس اللي اتخبط، ولا كمان ممكن الشاسيه